ايه ده؟ الانترنت ما بيسحبش من الباقه وكمان سريع جدا وما بيعلقش. انا عندي انترنت غير محدود. بعد حريق سنترال رمسيس واحد صاحبي كلمني وقال لي الباقه عندي ما بيتسحبش منها حاجه وكمان الانترنت سريع جدا. قلت له ازاي الكلام ده وفي مشكله في الشبكات بسبب حريق سنترال رمسيس؟ واتفاجئ ان الموضوع ده متكرر مع عدد كبير جدا من الناس نشروا على صفحاتهم باشكال مختلفه، وبناء عليه قررت اطلع اعمل الفيديو ده فوق الفيديوهات اللي عملتها دعما لحمله انترنت غير محدود في مصر. والسؤال هنا لكل الشركات اللي ما بتستجيبش للحمله من زمان، ازاي ظهر الانترنت غير محدود واحنا عندنا مشكله؟ وازاي مش راضيين تستجابوا لمطالب كل فرد في الشعب لما هو الانترنت غير محدود ظهر واحنا عندنا مشكله؟ امال لما يكونش في مشكله الانترنت بيبقى قد ايه وعامل ازاي؟ الانترنت ما بقاش اداه ترفيهيه عشان يتباع لينا بالباقه وهو المفروض يكون غير محدود. الانترنت بيحتاجه كل الناس في شغلها وحياتها اليوميه وطلباتها، وبيحتاجه كل طالب في ابحاثه ومذاكرته، فليه بقى يتباع لينا بالشكل المستفز ده؟ الحمله هتنجح بالفعل عشان صوتها عالي جدا وناس كتير بدأت تتكلم من تاني. ادعم الفيديو ده بلايك وشير وكومنتات كتير جدا مكتوب فيها هاشتاج انترنت غير محدود في مصر، وتابعنا عشان تشوف اللي جاي وصل على النبي.